حزب الله انا بوجه انتقادات للدكتور محمد الحريزي هيرد عليا فيها لعل اكون مخطئ. معلش الشرح يا استاذ الحضور، معلش احنا واقفين فعلا بنقول احنا بنرفض الديمقراطيه او تصحيح المفاهيم، فاحنا الوقت نعمل النظام والسيب الناس كلها، اكيد كل واحد في دماغه اسئله ثانيه. فحضرتك هنجاوب على الاسئله كلها، هنجاوب برضه على الاسئله حضرتك ودونها والاسئله كلها هنجاوب عليها ان شاء الله. ولو حد عايز يسالني سؤال ثاني يا اخوانا الاسئله مفتوحه، نحن لا نحجر على عقل احد ولا على راي احد، اللي عايز تسبيحيه يتفضل ان شاء الله، لكن يتسع الوقت للجميع ما يبقاش فيه استبداد برضه لمرة. السلام عليكم. اشكر لاخي فقط. نعم لا وانا خدام لحد الصبح، خدام يا حبيبي لغايه الصبح، بس ما تتعرفش مني. انت كده كلامك على دماغي من فوق وانا خدام. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بقى قاعده سهره حلوه، لو كان في شيء كنت هعمله احلى شيء. خليكم معايا شويه. اشكر لاخي الاستاذ هشام جزاه الله كل خير هذه التنبيهات وهذه الاسئله، ناخدها واحده واحده. اولا الحزب والجماعه، هشام بيقول انتوا انشاتوا حزب واحنا هنفقد حزب عن الجماعه، ده كلامنا وده مش هيحصل. الحزب ابن الجماعه خرج من رحم الاخوان، يعبر عن المشروع السياسي للاخوان، دي فكرتي وده حزبنا، واللي عايز يلتحق بمنهجنا لما يقرأ برنامجنا يجي على دماغنا من فوق، واللي مش عايز البرنامج هناك الساحة ملأى بالأحزاب ذات البرامج، فمن اقتنع منكم ببرنامج فليلحق ببرنامج تحت. نحن لا نحجر على أحد، لكن احنا بنقول هذا البرنامج السياسي بتاع الحزب بتاع الحرية والعدالة هو مشروع الإخوان السياسي في إقامة الدولة. أحسن نقول صراحة تحسن كده صراحة. الفصل بين الحزب والجماعة فصل في نقطتين أصيلتين، وضع الكلام اهو. فصل في الإدارة، فالإدارة هنا غير الإدارة هنا. والنقطة الثانية فصل في الميزانية. الحزب تندرج أمواله تحت طائلة الجهاز المركزي للمحاسبات، حين يحاسب حزب على كل مليم فله ميزانيته الخاصة. يبقى الحزب مفصول عن الجماعة في نقطتين، في الإدارة وفي الميزانية. وأنا من الإخوان المسلمين، فأنا عضو في الحزب ونفس الكلام، وكثير من الإخوان من شاء من الإخوان كأفراد يدخل في الحزب كبقية الناس مرحبا، عايز ما يدخلش وحر، لكن مين اللي هيبقى عن الحزب؟ المجتمع وأفراد الإخوان. مين اللي هيصوت الحزب؟ من اقتنع ببرنامج المجتمع مع الإخوان. ويا اخوانا هذا الكلام واضح وصريح، مفيش حد بيعمل حزب ويرميه في الشارع، ده كلام سهل. الاخوان بنوا حزب يدعموه ويقفوا خلفه حتى يقف الحزب ويثبت مكانه. هذه النقطه الاوليه. الثانيه اقصاء المخالف. ماذا تقصد باقصاء المخالف؟ الاخوان دعوا لعمل جبهه موحده، قائمه موحده لانتخابات مجلس الشعب الان. التقى على دعوة الإخوان في أول مرة 8 أحزاب، وبعدين بقوا 12، وأول امبارح بقوا 18 حزب أتوا إلى الإخوان على كانوا قائمة موحدة في انتخابات مجلس الشعب. أتوا منهم التجمع اللي في الرسالة، حزب التجمع، واليسار المصري معظمه التجمع، وغير الأحزاب اليسارية داخلة مع الإخوان في هذا التحالف، والوفد والتجمع جانب الوفد أقصى اليمين فهو الليبرالي، واليسار تجمع أقصى اليسار، فأقصى اليمين ليبرالي وأقصى اليسار اليسارية كلهم التقوا على قائمة الإخوان الآن 18 حزب ملتقين عليه. هذا التنسيق سوف يتم في انتخابات مجلس الشعب القادمة. النقطة اللي بعدها عدم تقييد لغة الخطاب. يعني ايه؟ استاذ ايمن لما اتكلم على الدكتور فرق ده لعله الاخ هشام القتادي، في انا لما اتكلم على الدكتور فرق البشري، المستشار البشري والدكتور محمد عمارة اسمعوا عنه، الدكتور محمد عمارة وعادل حسين الله يرحمه بتاع الشعب، والاستاذ عبد الوهاب المسير الدكتور عبد الوهاب الله يرحمه، دول رواد
إن كانوا منظرين للحركة اليسارية لأقرب إلى الشيوعية إلى الإلحاد منه إلى الإسلام في وقت ما. أنا هقول لك أنا عندي ما يثبت هذا. أنا بقول كلام واضح وصريح وعندي مراجع يا أستاذي. أنا يعني أنت قلت تبدأ أقول لك المراجع وكل شيء. هذه الدعوة اللي كانت موجودة في عهد عبد الناصر كانت موجودة في كتاب الأرض. أنا كنت في اليمن، منظرين اليمن الجنوبي من المسلمين كانوا بيتكلموا تحت بيت النساء الشيوعية، هم أصحابها كانوا ينظرون عنها أن الدين أفيون الشعوب. وأنا كنت في اليمن شايف هذا الكلام بعناية وشرعهم في خطب المساجد. أنا بقول كلام أي كلام لو في شرع انتصر. الحركة الإسلامية اللي جذبت هؤلاء الدعاة الكبار اليساريين جذبته برائحة المشروع الإسلامي. أصبح محمد عمارة حفظ من أولاد المشروع الإسلامي. عبد الوهاب المسيري الله يرحمه نفس الكلام، عادل حسين بتاع الشعب الله يرحمه نفس الكلام، طارق البشري زيه. الحركة الإسلامية فكر الإخوان نقل هؤلاء. واسمع واقرأ كتابات تجربتي لطارق البشري. ابن محمد عمارة من اليسارية إلى الإسلامية، رسالة ماجستير عشان تعرف كيف تحول تاني للفكرة الإسلامية. المشروع الإسلامي جذب هؤلاء الكبار العمالقة إليها. ومن لم يتحول حتى الآن ملحد. طبعا انت سألتني من لم يتحول حتى الآن. جميل، جزاكم الله خيرا. أخونا ساب بيسأل طب احنا تحولنا ولا تحولنا السياساري؟ تحولت انت ما كانش فكر كده الاول. انا بقول انت اتولدت بتصلي ما عندكش غير كده. غيرك اللي كان بيدعو زمان ما كانش بيدعو الى كده. راجع يا استاذ هشام كتابات الماركسيين في اول ما كتبوا نقلت مصر عشان تعرف كانت الدعوه مع الدعوه الماركسيه كانت الشيوعيه. الماركسيه اول ما اخذت مصر كانت ماركسيه ضد الدين والمشروع الاقتصادي كان استطاع. الان معظم اليساريين في اغلبهم الاعم لا يمكن الشريعة الإسلامية. هذا كلام واضح وصحيح يقول في كل حتة. لا عندنا الفوق حاجة توحيد ولا الخطاب. فنتعلم من ذلك الكلام اللي يخص المشروع قديما ونحن نأكد على هذا. ما عندناش حد من الشيوعيين في مصر من حزب التيمم ولا الكرامة ولا حزب الناصري بينكر الشريعة ولا يستطيع أن ينكرها، ولو أنكرها بيخالف نفسه وخالف دينه وفطرته التي فطر الله الناس عليها. ولا يستطيع أحد ولا يستطيع أحد أن يقولها. وجزاكم الله خير على هذا. الشريعة الإسلامية خلى ديننا الأصيل لا يسارين ولا العلمانيين الخير الآن. النقطة اللي بعدها الليبراليين هم مين الليبراليين؟ يا اخوان اللي يقول ان الشريعة الإسلامية ما تنفعش الحكم هذا ما نصف بالخروج عن مشروع الأمة. إذا كان هناك الآن من العلمانيين أتباع المشروع الغربي اللي يقول لك نحي الشريعة عن الدنيا، خلي الشريعة المسلمين يصلوا في جميع عباد، مش دعوة بالاقتصاد ولا السياسة ولا القضاء ولا الحكم ولا التعليم ولا الثقافة ولا الفن ولا السياحة ولا شيء. ابعد الدين عن القصة دي. اللي يقول كده وأكد عليه هذا في مصرنا هو الليبرالي والعلماني اللي رافض المشروع الإسلامي. الكلام واضح وصريح. الدين جاء كاملا جملة. أنا وأنت نعتقد هذا لأن القرآن الكريم اللي فيه كلام عن الأموال أعمل فيه أنا. إذا قلت البقرة جاء القرآن الكريم يقول لي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أعمل إيه أنا لو كان اسم الإشراق بالمال؟ في سورة آل عمران ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أعمل إيه؟ في البقرة أحل الله البيع كلام في البيوت وأحل الله حرم الربا. أعمل إيه في سورة النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أعمل إيه في الأموال؟ إذا لقيت الأحاديث كلها تحرم الربا والغش والرشوة ولعن الله الربا كاتبه والشاهد وواكل الراشي والمرتشي أعمل إيه في النصوص دي؟ أعزلها. فلازم نطيع الله ورسوله في هذا. سيبك رجال الاقتصاد. أعمل إيه في الحكم؟ ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا نتبع أهواءهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أعمل إيه؟ القرآن الكريم قال لي كده، قال فكتبنا عليك النفس بالنفس والعين بالعين والجل قضاء القضاء الحكومة. يا جماعة أطول آية في القرآن في الأموال في كتابة الدين. يبقى أنا لو عزلت الكل ده عن الإسلام بدعوة للإسلام
خش جامع بس. يبقى أنا ده القرآن عاد على اليهود قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة. أنا لا أؤمن ببعض الكتاب وبعض، أؤمن بالصلاة والصيام وأنكر القضاء وأنكر الحكومة وأنكر السياسة جملة وتفصيلا. إحنا عندنا دين شامل شمول الحياة كلها. هذا مشروعنا وده مشروع كل المصريين حتى الأقباط. الآن هناك شريحة ضخمة جدا من الأقباط بتطالب بالشريعة الإسلامية، إن الشريعة هي الأقباط بعضهم يقول صراحة بعضهم أغلبهم ليس لنا في مصر منفذ ولا منقذ إلا في الشريعة الإسلامية. كلام واضح وصريح جدا. الأقباط يقولوا الشريعة هي الحل لنا، وبعض المسلمين يقولوا لا ما تبين في المسلم في الدين. لا الدين لا يعرف هذا الخص، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو اللي علم الناس، هو اللي قاضي الجيوش، هو اللي عقد المعاهدات، هو اللي ارسل السفراء والامراء، هو اللي حارب قدام الناس، هو اللي قضى بالحكومه والقضاء، هو ولنا فيه اسوه حسنه. فالدين جمله لا يعرف هذه التقسيمات اطلاقا. واعمل ايه في كل القران وكل السنه اذا كان الدين الصلاه والصيام والحج والزكاه بس. فليكن الزكاه حتى في الزكاه المتروكه لضمائر الناس. نحن كاخواننا مشروع اعاده الفريضه المهدره الزكاه ان تصبح جزء من موارد الدوله.